تجمع عدد كبير جدا من الإخوان المسلمين وتضارب الأخبار عنها. خلينا نروح للأخبار المتضاربة بعد أن نتيقن من هذه النيران الممسكة بتلابيب هذا المبنى. معنا دكتور أسامة الحسيني رئيس شركة المقاولين العرب. أهلا بحضرتك يا دكتور أسامة. اهلا بيك يا فندم. المبنى الاداري ده، اشرح لنا اكتر الاندلاع الحريق، هل في موظفين، عمليات الاطفاء، وما اسباب الحريق؟ لا، هو اسباب الحريق الحقيقه كان في يعني اشتباكات ما بين يعني المتظاهرين وقوات الامن. كان في طياره برضو موجوده وكده، وبعدين في المبنى اللي جنبنا، وبعدين نتيجه ضرب النار حصل اشتعال في المبنى، والمبنى اداري. مش ده المبنى الرئيسي بتاع المقاولين العرب، ده مبنى للشؤون الماليه والجهاز المركزي للمحاسبات اللي بيراجع على المقاولين العرب. وفي الامن بتاع المقاولين العرب موجود في المبنى، ولحد دلوقتي الحقيقه يعني طبعا صعب ان قوات الدفاع المدني توصل. لحد دلوقتي بيحاولوا ان هم يوصلوا يعني، وربنا يسهل. المبنى مكون من كام طابق يا دكتور؟ كام دور؟ 9 طوابق ان شاء الله. 9 طوابق. انا شايفه النار مشتعله في الجزء الاعلى. هو النار الحقيقه اشتعلت يعني في طابقين بس بتمتد، لان المبنى كله اوراق يعني الحقيقه. لا يعني دول الطابقين العلويين؟ السادس والسابع. طب يبقى ازاي من الاشتباكات اللي تحت؟ هو تم اقتحام المبنى قبل الاشتباكات؟ لا، لان كان ضرب من فوق، في طياره برضه بتضرب وكده يعني.